السور القرآنية في القرآن الكريم أنواع. هناك سور أو تتشابه مطالعها، فهناك سور تبدأ بالمسبحات وسور بتبارك وغيرها. نريد أمثلة على تشابه المطالع في القرآن الكريم فضيلة الدكتور. قضية تشابه مطالع بعض السور القرآنية بل تصل إلى اتحاد المطالع، تبدأ بنفس المطلع. هذه قضية كبيرة جدا ومعجزة في القرآن الكريم. أسهل لك الأمر، تبارك يوجد سورتان. تبارك الذي نزل الفرقان، وتبارك الذي بيده الملك. بارك الله فيك. لم يبدأهما رب العالمين بنفس المطلع إلا ثمة أسباب ومسوغات نحن نعلم شيئا منها، ولله في قرآنه حكم وأسرار. لا شك. مثلا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان عن الآلهة التي يعبدونها يعبدها المشركون: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. انظر بالله عليك، آلهتهم أصنامهم لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. أما إلهك الحق، اقرأ لي مطلع تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إلهك الحق يا محمد الذي خلق الموت والحياة. جميل. أما آلهتهم لا تغني شيئا. جميل. آلهتهم لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، وإلهك الحق وإليه النشور. في سورة الملك. في سورة الملك. نعم. أعطيك مثال آخر في نفس السورة. جميل. في سورة الفرقان يقول الله تعالى عن المشركين الكافرين، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون هل يسمعون سماع تعقل أو يعقلون ويفكرون إنهم إلا كالأنعام بل هم صحيح؟ نعم. لكن في سورة الملك عندما تحكم المحكمة الإلهية بإدخالهم للنار ويقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. هنا يتذكرون لو كنا نسمع أو نعقل. إذن سورة الملك تكمل سورة الفرقان. جميل. نعم. أعطيك مثال في نفس السورة عندما يتحدث عن جهنم عن النار. قل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. سمعوا لها تغيظا غضبا عليهم وزفيرا. الزفير هو إطلاق الهواء الحار يخرج من جهنم، إخراج الهواء. بينما في سورة الملك عندما يلقيهم في النار إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. ما هو الشهيق؟ هو إدخال. ما العلاقة بين الزفير والشهيق؟ تكامل. إنسان يخرج الزفير ويدخل الشهيق. إذن بين الملك وتبارك الفرقان تكامل عجيب. آخر مثال يتحدث عن في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه. ما معنى مكبا؟ يعني يمشي وهو يضع رأسه ويطأطئه. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أيهما أفضل؟ طبعا سويا، الذي يمشي سويا. نعم. على صراط مستقيم. اذهب إلى سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وبدأ يذكر الصفات. ثم تكامل بين السورتين. إذن اتحاد المطالع مفتاح لفهم السورتين.